فضل شاكر عمل مسلسل وثائقي عن قصة حياته. المسلسل اسمه يا غايب، عبارة عن 9 حلقات، كل حلقة حوالي 35 دقيقة. الغريب إن عمري ما توقعت إن قصة حياته تكون بالقسوة دي، وإنه يكون قاسى وهو طفل بالشكل ده. وكلمة يا غايب مش مجرد أغنية، دي فعلا عنوان لحياته وللتجربة القاسية اللي مر بيها لغاية ما بقى فضل شاكر اللي احنا عارفينه. يعني كنت تتخيل ان فضل شاكر الفنان الرومانسي الجميل اتربى في ملجأ؟ والغريبة ان اهله عايشين، واهله اللي حطوه بنفسهم في الملجأ علشان ظروف المعيشة والحرب، وانهم ما كانوش قادرين يصرفوا عليه. فضل شاكر وهو بيحكي عن طفولته قال كلمة صعبة قوي، قال اصعب حاجة التخلي، ان اهلك يتخلوا عنك. فضل شاكر اهله حطوه في الملجأ وهو عنده 7 سنين، لسه طفل محتاج لحنان ابوه وامه. وقال كلمة توجع القلب، قال ملحقتش أشبع من أبويا، ملحقتش أشبع من حنيته وطيبته. بيحصل كمان موقف بين فضل شاكر وأبوه لما أبوه راح يزوره في الملجأ، وبيسأله عن إخواته عاملين إيه، وفضل شاكر بيسأل أبوه عن أخوه اللي تم 10 سنين، وبيقول له أنت مش هتجيبه هنا، مش هتجيبه هنا في الملجأ زيي. لدرجة إن هو كطفل افتكر إن الطفل بيوصل سن معين وبيودوه الملجأ، إن فكرة إن أهله بيتخلوا عنه عادي. واضح إن الشجن والحزن اللي في صوت فضل شاكر ما جاش من فراغ، جات من معاناة إنسان وطفل قاسى كتير قوي في حياته. كمان بيقول فضل شاكر إن إحنا كنا بنبات في الملجأ جعانين، كنا بنبقى جعانين قوي، بيخلونا ننام بدري والنهار لسه طالع والسما لسه منورة، فكنا بنبقى جعانين جدا. أكيد طفل هيخش سريره الساعة 6 أو 7 لازم يجوع. بيقول أنا كنت طفل من 5 إخوات، وصعب إنك تفهم طفل ليه عملنا كده، صعب إنك تفهم طفل ليه ظروفه عاملة كده. هو في الآخر طفل اتحرم من كل حاجة بعد ما كان عنده كل حاجة، بيت وأب وأم وأخوات، لقى نفسه لوحده يتيم. وبالرغم ان احنا شفنا في المشاهد ان هو طفل كان بيحب باباه جدا وكان متعلق بيه، وبيقول ان باباه هو اللي علمه الطرب ويسمع الموسيقى، لانه كان دايما بيسمع ام كلثوم وعبد الوهاب، وان فضل شاكر كان بيسمع معاه، وان هو اللي خلاه ودنه حلوه وبيحب الموسيقى وبيحب الغنى. فضل شاكر في قصه حياته بيحكي عن طفولته وعن فتره مراهقته. حتى في فتره مراهقته اشتغل شغلانات كتير قوي، اشتغل سباك وحداد وجزار، لغايه ما حد اكتشفه بالصدفه ان صوته حلو وبدأ يغني في الأفراح. وبيحكي كمان عن نادية حبيبته وشريكة عمره وأول حب في حياته، واللي خلف منها أولاده ال3. وبيحكي قد إيه إنها وقفت جنبه، وإنها اتجوزته وهم صغيرين جدا وكان لسه ما معهوش أي حاجة، وإنها صبرت معاه ووقفت جنبه لغاية ما حياته اتغيرت وبقى فضل شاكر اللي احنا عارفينه. وبيحكي كمان فضل شاكر عن شركة الإنتاج اللي اشتغل معاها في بداية حياته، وإنهم قد إيه استغلوه وكانوا بيسرقوه وكانوا بيسرقوا مجهوده وتعبه، وإنهم كانوا بياخدوا ألوفات وبيدوله ملاليم، لدرجة إنه لجأ للمدير بتاع الشركة دي علشان يدوله فلوس عشان يعمل عملية لبنت أخوه، لأنها كانت في الوقت ده بين الحياة والموت، ومرضيش يدوله فلوس العملية. وللأسف البنت ماتت، وهو مش قادر ينسى أبدا الموقف ده للراجل ده. ولما حصل الموقف ده وساب شركة الإنتاج وبقى على الحديدة، بيقول أنا ومدير أعمالي كنا بنشرب سوا فنجان قهوة واحد وبنبدل السيجارة مع بعض من قلة الفلوس، لأن مفيش فلوس، لغاية ما حصل وشاء القدر إن وضعه يتغير وعمل أغنية يا غايب. والأغنية دي كانت وش الخير عليه، وكانت هي السبب في شهرته وإنه اتعرف الوطن العربي كله وبقى فضل شاكر. وبيذكر كمان في المسلسل الحفلة اللي بعدها حياته اتغيرت، أو بمعنى أصح حياته اتقلبت. الحفلة كانت كبيرة جدا ومليانة جمهور ومذاعة على التلفزيون لايف، وفي وسط ده كله فضل شاكر بيدعي لسوريا وبيدعي على بشار الأسد، ومن هنا بتتقلب حياته جحيم. وبيبدأ يحكي فضل شاكر كمان عن المشكلة اللي اتقلبت مشكلة سياسية كبيرة.